السلام عليكم. عارفين اول ذنب حصل قبل ما يكون في انسان على الارض كان ايه؟ طب عارفين اول ذنب حصل لما الانسان نزل على الارض ايه؟ حكاية النهاردة كيف بدأ الحسد؟ في وقت غير معلوم لينا كبشر، بس تقريبا من عشرات آلاف السنين ربنا عز وجل خلق سيدنا آدم ثم ستنا حواء وعاشوا في الجنة، ولكن كان في شرط لاستمرارهم في الجنة وهو ألا يقربا هذه الشجرة. طبعا القصة معروفة لأغلبنا. ربنا عز وجل بعد ما خلق الإنسان الحالي وكان أول نسلنا سيدنا آدم، ربنا أمر كل المخلوقات بالسجود لسيدنا آدم، وإنه ربنا اختاره ليكون خليفته في الأرض. وهنا كانت أول حالة حسد وحقد في التاريخ. ومش بس كده، كمان الحسد بانواعه، لان الحسد انواع: محمود ومذموم، يعني كويس ووحش. الملائكه حسدوا الانسان حسد كويس، وهو ليه يا رب اخترت الانسان ده ياخد المكانه العظيمه دي واننا احق منه؟ ليه الانسان ده ياخد المكانه ديت وعنده كل العيوب ديت؟ ولكن كان رد ربنا: انا اعلم ما لا تعلمون. رد قاطع بعظمه الاله عز وجل. والملائكه استغفروا وتقبلوا امر ربهم عن رضا واقتناع. ومش بس كده، لا، هيكونوا سند البشر في الارض فيما بعد بامر ربنا. اما بقى على عكس تماما، واول حاله حقد وحسد مذموم كانت من ابليس اللعين، الجن المخلوق من نار اللي رفض يسجد للانسان وطلب من ربنا انه يديله فرصه ليوم القيامه، مش عشان يتوب ولا يرجع، لا، عشان يعيش مع سيدنا ادم ونسله في الارض ويوسوس ليهم بكل ما هو غلط ومؤذي ليوم القيامه. تعالوا نحكي بشكل أوضح عن الحسد المحمود. 16 نوفمبر 1935 اتولد شخص ملهم، وأعتقد نادر جدا إنك تلاقي حد في العالم كله بيكرهه، يا إما بيحبه يا إما ما يعرفوش، لكن يكرهه صعب شوية. ده هو السير مجدي يعقوب. كم تواضع ومساعدة وحب للغير غير طبيعي. حقيقي مش محتاج أحكي عن قصة حياته أو نجاحاته لأنها معروفة لأغلبنا، لكن مين فينا ما يتمناش إن ابنه يطلع زي السير أو نصه حتى؟ ما شاء الله، محبة الناس نعمة ليه، واحنا بنتمنى له دايما ربنا يديله الصحة والعافية وانه دايما يكون بخير، وده عشان احنا بنحبه مش مستكترين عليه النعم اللي هو فيها. 17 سبتمبر 1917 اتولد الشيخ محمود خليل الحصري. واكيد اول ما سمعت الاسم ده بيجي في ودنك اجمل واروع نغمة صوت. انتشر مقطع من فترة لمجموعة من اطفال في بلد في افريقيا بيحفظوا القرآن بنفس طريقة الشيخ الحصري. تعالوا نسمع كده. عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. وقتها فعلا انا شخصيا حسدت فضيلة الشيخ حسد محمود. تخيل كده ان ربنا يكرمك بصوت جميل ولا اروع وتستغله بشكل افضل في انك تخدم دينك وتسيب ارث اغلى من كل كنوز الدنيا، علم ينتفع به. اعتقد ليوم القيامه حاجه فوق الخيال انك تموت وتخلد في الدنيا الى ما شاء الله، نعمه لا تقدر بثمن. ونفس الكلام بينطبق على شخصيات كتير في عصرنا زي الشيخ الشعراوي رحمه الله عليه، دكتور مصطفى محمود. ناس كتير الحلقه ممكن ما تكفيش ذكر اساميهم في مختلف المجالات، لكن ربنا زرع محبتهم في قلوب الناس بمختلف انتماءاتهم عشان يفضلوا مثل ورمز نحب نطلع اولادنا زيه. هو ده يا جماعه الحسد المحمود، وهو عدم تمني زوال نعمه الغير. حد هنا يكون خلص الجزء الاول من كيف بدأ الحسد، وانتظرونا في الجزء الثاني والحسد المذموم. اللهم اغفر وارحم وسامح وارزق كل من مر على هذا الفيديو. لحد هنا الفيديو خلص. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك للصفحه ولايك للفيديو وشير عشان يوصل لاكبر عدد من المتابعين، عشان كلنا نستفاد وكلنا ناخد حسنات. كنتم مع حكاوي الخلفاوي، والسلام عليكم.